في سؤال مهم لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه، هو احنا ليه عايشين في العالم بالشكل ده؟ ليه الظلم بقى هو القاعدة والعدل بقى استثناء؟ ليه الناس الطيبين بيتبهدلوا والناس اللي معاهم فلوس وسلطة بيعملوا اللي هم عايزينه من غير ما حد يحاسبهم؟ ليه بنشوف الظلم بعينينا كل يوم وبنتعامل معاه كأنه شيء طبيعي؟ لو فكرت في كل ده هتلاقي العالم اللي انت عايش فيه مش عادي مهما حاولت تقنع نفسك إن الدنيا كده. الحقيقة إن الدنيا عمرها ما هتتغير. أيوة يا أبو حميد، عمرها ما هتتغير طول ما أنت ساكت. مشكلتنا الأساسية إننا استسلمنا لفكرة إن الظلم ده قدر. إنك تتكلم هو ده الحل يا أبو حميد. هو أنت لما تفضل ساكت هتعيش حياة كويسة؟ الحقيقة لأ، وألف لأ كمان. السكوت عمره ما كان حل. الحل الوحيد في التعامل مع الظلم هو إنك تتمرد عليه، بس مش معنى كده إنك تعمل فوضى. التاريخ مليان حاجات من ديت كتير. الظلم عمره ما هيختفي لوحده، لازما في حد يوقفه. السؤال هنا بقى، أنت مستعد تكون الشخص اللي يوقف الظلم